ويوم جديد وتصوير جديد وموديل جديدة. ولع الكلام. اوكي ريدي. طيب هات الساك. خد الساك. اسمها ايه؟ ساك شنطة. ما شاء الله اسمها ساك. اوكي. معاناة التصوير في الشارع ده معاناة. تصوير متعب جدا في مصر، واحنا طردنا من كذا مكان قبل كده. حتى في الشارع انت ممكن تلاقي ناس بتقول لك انت جاي بتصور ايه، يعني خلاص هي بقت لازمه عند الناس. حتى لو هو ملوش علاقه بالموضوع ممكن يجي يقول لك انت بتصور ايه. مش فاهم. بعد ما صورنا وخلصنا في الكافيه جم قالوا لنا بقى ايه، ان هو لازم يستأذن ومش عارف ايه ولو براند لازم تطلب مش عارف اذن في الاول او حاجه زي كده، يعني ان انت ايه تظبط مع المكان الاول، وفي الاخر يعني هتلاقيه بيقول لك عايز فلوس والكلام ده كله. فجينا نجرب مكان تاني ما ينفعش، وهنروح نجرب مكان اخر. هنا. ماشي. خلاص بقى خلصنا. لقينا لوكيشن لذيذ هنا. بعد لف احنا بنستكشف واحنا ماشيين. فالمكان لذيذ هنا. فالفكره في ان انت بقى المفروض تبقى عامل حسابك من الاول وعارف المكان هتنزل فيه عشان توفر وقت، وكان المفروض نخلص من بدري. المفروض تعمل مود بورد من الاول، انت هتصور فين ومين وازاي والكلام ده كله، تبقى جاهز تنزل على التصوير على طول، فبتوفر وقت ومجهود وحاجات. لكن احنا عشوائيين شويه. خلصنا ناخد الداتا. على الرغم ان هم يوم بسيط بس منهك في نفس الوقت. انجزنا حاجات كتير مع ان احنا مش فولي يعني جاهزين، مفيش لا مود بورد ولا الكلام ده كله، لكن احنا عارفين هنعمل ايه بالظبط. فنزلنا الموضوع مشي. والشباب هنا ما شاء الله يعني، لدرجة ان في واحد فايز في واحد اهو هناك شكرا. ف دي بس مجرد بدايات. اللي جاي هو مش هقول اصعب ولكن احسن بكتير. فقولوا لنا برضو رايكم في الكومنتس عن الحاجات اللي احنا بنصورها. مش عارف ان انا المفروض احطها على اليوتيوب ولا هتنزل على صفحة البراند بتاعنا وبس، ولكن هنشوف. خلونا نشوف.